ديال التركه ديال المرحوم اذا توبعت وادينت الزوجه، اذا ادينت اقول الزوجه، اما اذا برئت هذا كلام اخر. اذا ادينت الزوجه، احنا ما نسبقوش الاحداث، المشرع المغربي تحدث في الماده 333 في القسم الثاني من اسباب الارث وشروطه وموانعه، تحدث عن الموانع في الماده 333 واضح في مدونه اسره: من قتل مورثه عمدا وان اتى بشبهه، وان اتى بشبهه لن يرث في ماله ولا ديته ولن يحجب وارثا. ماده 333 من مدونه الاسره. بطبيعه الحال هناك قاعده فقهيه، فقهاء: من استعجل امرا يعاقب بالحرمان منه، من استعجل امرا يعاقب بالحرمان منه الى حدود الساعه. التحقيقات جاريه على قدم وساق، والملف الان معروض على انظار سيد قاضي التحقيق. اذا صدر قرار بعدم متابعه الزوجه وطهرت الغرفه الجنحيه المتابعه، بمعنى ان السيد قاضي التحقيق يقدر يصدر قرار بعدم المتابعه والوكيل العام يستأنف القرار وكننتظروا الفيصل من الغرفه الجنحيه اي غرفه المشوره. اما سوف تؤكد وتؤيد القرار ديال السيد قاضي التحقيق، ام تلغي قرار السيد قاضي التحقيق بعدم المتابعه وتتابع الزوجه من جديد وتحيل القرار الى المحكمه، بمعنى ان غرفه المشوره طهرت المتابعه. إذا طهرت المتابعة بعدم المتابعة لا تطالها مقتضى المادة 333. إذا توبعت كننتظروا قرار المحكمة. إذا برعتها المحكمة لا تطالها مقتضى المادة 333 من موانع الإرث. ولكن إذا أدينت وأصبح الحكم باتا قطعيا تطالها مقتضى المادة 33، وأن المشرع المغربي كان حكيما كذلك حينما تحدث على الشبهة، لأننا الآن ليس من القتل الخطأ، لأن حتى المشرع المغربي في المادة 333 تحدث عن القتل الخطأ أو الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، مثلا حينما تحدث في الفقرة الثانية: من قتل مورثه خطأ ورث في المال دون الدية وحاجة. إذن الآن نحن في مرحلة إجراء مسطري دقيق، احنا غنديروا السيناريوهات كاملين. إذا أصدر قرار السيد قاضي، إذا أصدر السيد قاضي التحقيق قرارا بعدم متابعة الزوجة وتم استئناف هذا القرار من طرف السيد وكيل العام وأيدت قرار